السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نعمل الكبسة بطريقة سهلة. عايزة أقول لكم ما خدتش غير 3 دقايق تحضير بس. لا، والأحسن من ده كله كمان اللي احنا هنعملها في قلب الكيس الحراري، يعني وداعا لغسيل المواعين. عايزة أقول لكم طعمها بجد تحفة وجميلة. الولاد حبوها وقالوا لي يا ماما اعمليها لنا كل يوم. يلا تابع الوصفة معايا للنهاية وشوف هنعمل ايه. يلا نسمي الله. اول حاجة هجيب معايا بطاطسيتين، طبعا المقدار اللي يريحك تعمليه. هنا انا معايا بطاطسيتين هقطعهم كده، يعني قطع تكون سميكة شوية، عايزاها محملة زي ما انتوا شايفين كده نفس الحجم كده. طبعا بقى ايه، هنريح نفسنا من غسيل المواعين. هنعمل اكلتنا النهاردة في قلب الكيس، رز مع البطاطس مع اللحمة، حاجة كده في منتهى الجمال. هنا معايا قرنين كده من الفلفل السبايسي، حابة تحط رومي مفيش مشكلة، بس احنا عشان بنحب الحراق وفي نفس الوقت بيديها طعم حلو قوي. هنحط ملح وفلفل اسمر وكركم، معلقة كبيرة كده من الكركم، ونص معلقة من السبع بهارات، وورق لورا وعود قرفة. تمام كده. يبقى هي دي التوابل بتاعتنا: ملح وفلفل، معلقة كبيرة من الكركم، ونص معلقة من السبع بهارات، وعود قرفة وورق لورا. وهنزل كده باللحمة. طبعا تقدري تستبدلي اللحمة بفراخ عادي مفيش مشكلة، يعني ما تتأيديش باللي هي كل لازم يكون لحمة. ممكن نعمل كبسة بالفراخ بتبقى طعمها جميل جدا. وهنزل كده في كله مع بعضه في قلب التتبيلة. وادي الرز كنت غسلاه طبعا ونقعاه قبل ما اشتغل خالص. تنقعيه كده قبلها بنص ساعة. هبهر الرز بالملح والفلفل، واحط كده ايه، معلقتين كبار من الزيت. لو انت هتعمليها بالفراخ يبقى ما تحطيش زيت، لان كده كده الفراخ هتنزل ايه الدهون بتاعتها. وحطيت معلقة من الكركم. هقلب كل الكلام ده مع بعضه، وادي كده الوصفة بتاعتنا خلصت. يعني مفيش اسهل من كده. هنجيب بقى الكيس الحراري ونحط بقى كل المكونات دي بتاعتنا في قلبيها. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي، واهم حاجة نحط اللايك. اللايك هو اللي يرفع الفيديو. ونعمل شير كده يا جماعة كتير عشان خاطر الريتش واقع خالص. هنحط بقى ايه، جزء كده من الرز على جزء من البطاطس واللحمة. عادي ممكن تحط بطاطس واللحمة الاول او الرز الاول، كله كده كده هيختلط في قلب بعض. ده نص كيلو من الرز اللي انا حطاه. هياخد مقدار ميه قد ايه؟ 3 كوبايات من الميه، وتكون الميه تكون سخنه. تمام كده. يبقى نص كيلو رز هياخد 3 كوبايات من الميه. بصي مفيش اسهل من كده خالص، ولا غسيل مواعين ولا تحتاري ولا اي حاجه. شايفين؟ بجد ما خدتش 3 دقايق تحضير. هتحطيها بقى في الفرن كده لمدة ساعة زمن. عايزة اقول لكم هي كمان خدت ساعة الا ربع، لان اللحمة عندي ما خدتش سوا خالص. طبعا بقى بنفرغ الهواء منها وبنسيب مسافة كده كبيرة قبل ما نربط الكيس، عشان طبعا انتوا عارفين الرز هينفش لسه. هنجيب بقى صينية ونحطها بقى ايه، وفي قلب الفرن على نار عالية في الاول، بعد كده نهدى عليها زي ما انتوا شايفين كده. ادي كده كانت خلاص استوت. عايزة اقول لكم مطلعة البطاطس سليمة زي ما هي، ولا اتهرت ولا اي حاجة خالص. كله شارب كده من بعضه، الرز مع البطاطس مع اللحمة، كله شارب من بعضه كده. كان طعمها تحفة بجد. وتكفى كمان اللي انت ما شلتيش هم المواعين. عايزة حلة للرز وصينية للبطاطس وحلة للحمة، لا شغلانة بجد. كده كل واحد هيغرف بقى الطبق بتاعه بالمعلقة وخلاص على كده. شايفين البطاطس طالعة سليمة زي ما هي ازاي، مش مهرية في قلبيها. بجد تحفة وجميلة. تقدري زي ما قلتلك تستبدلي اللحمة بالفراخ.
ولو اللحمة حاساها اللي هي هتاخد سوا معاكي شوية ممكن تسلقيها نص سلقة قبل ما تحطيها مع المكونات في الأول. يلا أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكوا على ألف خير.